هذا هو المعمار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد النبوي يقع في وسط المدينة. انظروا، هكذا هي المدن تصمم في الإسلام، على أساس أن كل الطرق تؤدي إلى المسجد، لأن المؤمنون لا بد أن يعمروا بيت الله، لأن بيت الله هو المؤسسة التي تربي من يحمل الإسلام. انظر إلى مسجد رسول الله كم هو بسيط، لأنه ليست العبرة بالزخرفة، ولكن القضية قضية هذا المسجد الذي خرج أبا بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان وصحابة كرام، جابوا بالإسلام مشارق الأرض ومغاربها، وأوصلوا إلينا الإسلام لحد هنا. ثم انظر إن شاء الله إلى حجراته التي تحدثنا عنها، وهي بجوار المسجد: بيت صفية، بيت جويرية، بيت أم حبيبة، بيت زينب بنت فاطمة الزهراء، بيت عائشة، وهكذا بإذن الله تبارك وتعالى. ترون إن شاء الله بساطة هذا، فإنهم كانوا حق